كم مرة بقى فكرتي تعمليها وفشلتي فيها؟ هي دي فعلا الوصفة اللي انت هتدمنيها. حقيقي لما تجربيها مش هتبطلي تعمليها. عايزة اقولك بقى ان هي اصلا سهلة، وبلفة جلاش واحدة هتعمليه هتطلعي كمية تأكلي كل البلد بيها، ومقرمشة قرمشة مفيش زيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. يلا بينا بقى نعمل مع بعض مراوح السعادة، مراوح حلوة قوي كده وسهلة وبلفة جلاش بسيطة. عايزة اقول لكم ان والله كل الكمية دي كانت باكتر، يعني من نص اللفة بشوية صغيرين. مسكت كده لفة الجلاش وبدأت ان انا اقطعها ل3 اجزاء، سويتها الاول والورق كله مع بعض علشان يسهل عليا وانا بقطع ان كله يبقى متساوي. هبتدي افرد ان اول واحدة قطعتها وبالمسطرة بقى كده هنقطع كل واحدة تقريبا 12 سم. يعني مثلا هنشيل حتة صغنونة قوي من بره ونقسمها على 3، ونجيب بقى شوية خلة اسنان. هنحاول ان احنا نخلي كل المربعات بتاعتنا سواء بالمسطرة او من غير المسطرة يكونوا قد بعض. كل واحدة هتكون طبقتين، يعني انا مخلية طبقتين فوق بعض ولزقتهم، مش بستعمل ورقة واحدة علشان تديكم قوام متماسك كده وتبقى حلوة كده، ما تبقاش خفيفة وتتكسر منكم بسهولة. لا، احنا عايزينها مقرمشة وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. هنعمل بقى مروحة كده زي بتوع زمان، واحدة كده واحدة كده بالخلة هنحطها. وانتوا بتحطوا الخلة بتاعت الأسنان خلوها في آخر جزء من تحت علشان تبقى معاكم. يعني تاني بصوا كده، في آخر جزء بعد ما لفتها بثبتها وببدأ ان انا افردها كده بعد ما بحطها في الصاج بتاعي، اتأكد ان هي اتفردت كويس اوي. فردتها بقى كده حلو، والله بارك شكلها حلو جدا. حقيقي سهلة، مش هتاخد منكم وقت ولا اي حاجة، هتقوموا تجربوها دلوقتي من كتر ما هي قد ايه حلوة. فردتها بقى كده وهعمل خليط. انا عايزه كوبايه الا ربع من الماده السائله. انا عملت هنا ميكس ما بين الزبده والسمنه، تقدروا تستعملوا زبده بس او سمنه بس، ولكن المهم اللي هيفرق معاكم في التسويه ان هم يكونوا دافيين. يعني خلوهم كده يدوب يسيحوا، مش عايزينهم يقدحوا ولا حاجه، لا، يسيحوا يبقوا سايحين كده ويسخنوا. اول ما سخنوا كده وخدوا درجه حراره دافيه هنغطي بيهم بقى الجلاش بتاعنا. بصوا، لا لا، ده حاجه وهميه. السيرف بقى بتاعنا كوبايتين من السكر وكوباية من المية ومعلقة من عسل الجلوكوز وعصرة ليمون. هنسيبه يغلي 10 دقايق وهيطلع معانا قوام حلو قوي. بصوا، عايزة اقول لكم لطيف خالص. يعني احنا مش عايزينه يتقل قوي ولا حاجة، لو انتوا عايزينه تقيل هتسيبوه ربع ساعة، لكن 10 دقايق هيبقى كويس قوي انه يطلع القوام الوسط اللي شفتوه بقى. هي دافية عادي خالص، مش لازم تستنوها تبرد ولا اي حاجة، او مش هتلحقوا هي سخنة. الخلة هتطلع معاكم بمنتهى السهولة. هنمسك كده من اخر المروحة ونشد شوية بقى من الشوكولاتة البيضاء أو من النوتيلا أو من العسل الأبيض المتوفر عندكم استعملوه. لكن عايزة أقول لكم الشوكولاتة البيضاء هتديها ميكس حلوة قوي. سيحتها كده على بخار مائي، وبدأت إن أنا أنزل شوية في الفستق وشوية في المكسرات المجروشة، وتقدروا تستعملوا فستق بس أو مكسرات بس أو أي حاجة متوفرة. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش اللايك والشير بقى يا حلوين، وجربوا العظمة دي عشان تاخدوا تقرمشة وحاجة كده وهمية. لايك وشير بقى يا حلوين، وصحة هنا.